النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قال وما استعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. احنا النهارده يا اخوانا بنشوف حاجات عجيبة في مسألة قبض الأرواح بجد والله. بنشوف ناس بتموت وهي ساجدة، وناس بتموت في الحرم. واحد يموت ساجد في الحرم، واحد يموت وهو بيدعي، واحد يموت آخر حاجة في حياته كان بيصلي قيام ليل، كان بيصلي الفجر. وأشكال تانية، شاب مات وهو شارب خمر. والله أعرف شاب كان بعد صلاة جمعة زي كده قال لي يا شيخ أنا عايز أقول لك على واحد صاحبي بس عشان تذكر الناس بيه، مات وهو بيزني. والله كده مات وهو بيزني والعياذ بالله. ده واحد شيخ من مشايخنا الأفاضل بيقول بعض المغسلين أو المغسلات اتصل عليه بيقول له يا شيخ الكلام ده أنا سامعه وداني منه وهو شيخ نثق في صدقه. والله بيقول كده، بيقول المغسلات بتسأل يا شيخ في حالة قدامنا صعبة جدا، مجموعة بنات ميتين في حادثة ولابسين بناطيل ضيقة جدا، كل لما نيجي نشيل البناطيل علشان نغسلهم البناطيل لازقة في جسمهم مش راضية تطلع. لك أن تتخيل أنهم سيلقون الله بما أغضبه، سيلقون الله بما حاربوا به شرعا. إن اللي عشنا عليه هنموت عليه، واللي هنموت عليه هنبعث عليه.